في الحياة بنلعب أدوار كتير، أدوار اخترناها وأدوار الظروف هي اللي اختارتها لنا، وكل دور بيجي معاه مسؤولياته وتحدياته. وكل ما بنكبر في أدوارنا بتكبر مسؤولياتنا وتزيد خبراتنا ويكبر تأثيرنا في حياة اللي حوالينا، وجزء من حبنا واهتمامنا بيتحول رغبة إننا نمد إيدينا ونساعد. ولو حد طلب مننا مساعدة غالبا بنقول أيوة حاضر طيب. بس خليني أسألك سؤال مهم، هل كل أيوة بنقولها مساعدة حقيقية؟ وهل كل لأ معناها رفض، خذلان أو قلة اهتمام؟ ولا ممكن في أوقات تكون لأ هي المساعدة الحقيقية؟ أنا رحاب أسامة وبرحب بيكم في حلقة جديدة من دير تو دير. كان في شاب اسمه علي كان شاطر مجتهد وبدأ مشواره خطوة خطوة. كان عنده فضول إنه يتعلم ويجرب، ورغبة حقيقية إنه يساعد اللي حواليه. ومع الوقت الرغبة دي بقت جزء من شخصيته. لو حد محتاج مساعدة علي موجود، لو في مشكلة علي عنده حل، لو في غموض علي هيوضح. وسنة ورا سنة بنى خبرة كبيرة لحد ما وصل لمنصب قيادي مهم. ورغم مسؤوليات المنصب الجديد علي كمل بنفس السياسة، سياسة الباب المفتوح، لأن المساعدة كانت قيمة مهمة عنده، وكان بيحس بالرضا عن نفسه لما بيساعد اللي حواليه. ومع الوقت بقى في نظرهم البطل والمنقذ. لكن مع المنصب الجديد مسؤولياته كانت بتزيد يوم عن يوم، وبقى مطلوب منه يشوف الصورة الكبيرة ويشارك في صناعة القرار. بس اللي كان بيحصل إن وقته وطاقته كانوا بيتسحبوا منه في تفاصيل صغيرة بس كتير، ودور البطل بقى عبء تقيل شايله لوحده. وفي الأول علي كان فاكر إن المشكلة في اللي حواليه، ليه مش بياخدوا مبادرة؟ ليه بيرجعوا لي في كل حاجة؟ ليه مش واثقين في نفسهم؟ لحد ما بطل يبص بره وبدأ يبص جوه، وسأل نفسه ايه أثر المساعدة اللي أنا بقدمها بقالي سنين؟ أنا ساهمت في بناء ايه من غير ما أقصد؟ هل أنا فعلا بساعد؟ علي كان فاكر إن القيادة الناجحة معناها إنه يكون دايما جاهز، عنده إجابة، قادر يوجه ويدي حلول. وعلى المدى القصير ده كان شغال، المشاكل بتتحل والشغل بيخلص. لكن على المدى الطويل بدأ علي يشوف حاجة تانية. صحيح المشاكل بتتحل، بس قدرة الفريق على الحل ما كانتش بتتطور. وصحيح الشغل بيخلص، بس الناس ما كانتش بتكبر. وهنا علي بدأ يدرك إن مش كل مساعدة حقيقية. بس أصعب جزء ما كانش الإدراك، كان التغيير. لأن دور البطل كان جزء من هويته، مرتبط بقيم مهمة عنده وصورته عن نفسه. وفكرة إن نفس الحاجة اللي بيعتز بيها ممكن تكون هي اللي معطلة غيره كانت صعبة. بس علي كان عارف إنه لو كمل بنفس الطريقة مش هيوصل لنتيجة جديدة. والتغيير الحقيقي بدأ لما علي غير السؤال اللي جواه. بدل ما يسأل أنا أقدر أقدم لهم إيه، بدأ يسأل إيه اللي عندهم ومش مستخدم، وإيه القيمة اللي كل واحد فيهم يقدر يضيفها. ومن هنا علي أخد أصعب قرار، إنه ما ينقذش. بس القرار ده ما اتاخدش مرة واحدة، اتاخد في كل موقف. وفي كل مرة حد من الفريق كان بيجيله متوتر متلخبط أو مش عارف يتصرف، كان بيحس برغبة قوية إنه يتدخل، يحل، يوضح. بس علي وقتها ما عملش كده. بقى بيقف لحظة، بياخد نفسه ويسأل نفسه أنا لو اتدخلت دلوقتي هل أنا بدعم الشخص ده وهو بيتعلم، ولا بسحب منه فرصة التعلم؟ ومن هنا بدأ يفهم الفرق ما بين إنه يكون حاضر في الصعوبة وبين إنه يشيل الصعوبة كلها. وفهم إن المساعدة ليها معنى أعمق اسمه التمكين، وإن دوره الحقيقي إنه يمكن اللي قدامه يشوف قدرته ويستخدمها. ومن هنا بدأت طريقته تتغير. كل إجابة كان بيحولها لسؤال من مكان فضول وثقة في اللي حواليه. ومع الوقت الديناميكية بتاعت الفريق اتغيرت، الناس بدأت تاخد مسؤولية أكتر، بدأوا يجربوا ويبنوا ثقتهم بنفسهم. وعلي رجع لدوره الحقيقي، مش كمنقذ لكن كقائد، قائد بيمكن وبيبني قادة. ومش بس كده، اللي حواليه بقوا محتاجينه أقل، مش لأنه بقى أقل أهمية لكن لأنهم بقوا أقوى. وهو ده التمكين، إنك تثق وتصدق في إمكانيات وقدرات
اللي حواليك، انك ما تكونش البطل في قصة غيرك، لكن تساعده يشوف انه يقدر يكون بطل قصته هو. والسؤال هنا، هل اللي حصل مع علي بيحصل معانا احنا كمان؟ دورك ودورك كقائد بيبان فين؟ في كم ايوه بتقولها من غير ما تقف وتسأل عن معناها الحقيقي وأثرها، وفي كم لأ بتشوفيها خذلان مع إنها ممكن تكون تمكين. خليني أقول لكم حاجة مهمة، القيادة مش بس في الشغل، القيادة كمان في البيت. في كل مكان ليك وليكي فيه دور وتأثير في حياة اللي حواليكم، لأننا في البيت مش بس بنوفر احتياجات، مش بس بنعلم، احنا بنربي جيل هيكبر وهيقود، ومش بس هيكون مسؤول عن نفسه لكن عن غيره كمان. بس احيانا من كتر الحب بنساعد زيادة، بنحل زيادة، بنحمي زيادة، وبنستعجل الراحة. بس السؤال، امتى هيبقى وقته؟ لو ما تعلمش وهو صغير هيتعلم امتى؟ ولو كل حاجة اتعملت له هيثق في نفسه ازاي؟ لان الرسالة اللي بتتكرر مش بس بتتسمع، مع الوقت بتتحول لمعتقد، لصوت جواه. ومن هنا المساعدة اللي كانت جاية من حب ممكن من غير قصد تحبط بدل ما تشجع، وتهز ثقة بدل ما تبنيها، وبدل ما تعلمه يحاول تعلمه ينسحب. والحقيقة إن الاتكالية والهروب من المسؤولية مش بيظهروا فجأة، أحيانا بيكونوا نتيجة حب، بس حب مش واعي بأثره، حب عايز يريح فبيسحب المسؤولية، وحب عايز يحمي فبيمنع التجربة. التمكين في البيت هو نفس التمكين في الشغل، مش قسوة ولا تجاهل. التمكين الحقيقي معناه إننا ندي مساحة للتجربة، للخطأ، وللتعلم. ومن هنا ممكن تكون لأ مساعدة حقيقية، لأ مش هعملها لك كل مرة لكن هكون جنبك وانت بتتعلم تعملها، لأ مش هقرر بدالك لكن هسمعك وهناقشك وانت اللي هتقرر، لأ مش هشيل المسؤولية عنك لكن هفضل معاك لغاية لما تتعلم تشيلها. دي لأ مختلفة، مش جاية من رفض ولا من قسوة ولا من تجاهل، دي لأ جاية من وعي، من حب وشجاعة وثقة إن اللي قدامك يقدر. النهاردة اسأل نفسك، لما حد بيخرج من نقاش معايا أنا بساعده يفكر ولا بديله تفكيري أنا بدعم ولا بنقص؟ الخلاصة، في فرق كبير بين قائد هو مركز القوة وقائد بيبني مراكز قوة، لأن نجاحك الحقيقي مش في وجودك الدائم لكن في قدرة اللي حواليك إنهم يتحركوا بثقة حتى في غيابك، وهو ده التمكين الحقيقي. لو الحلقة لمستك اعمل لايك واسأل نفسك، مين في حياتي محتاج مني تمكين مش إنقاذ؟ واكتبولي في الكومنت ايه أصعب حاجة في التمكين بالنسبة لك.